بداية نرحب فيكم. الرئيس المشترك لبلدية البسبير سعاد الحسين. طبعا بهالفترة بما أنه نحن داخلين السنة على موسم الحصاد وهالخيرات اللي بهالبلد بهالفترة بسبب هالأمطار السنة المتكررة، يعني الموسم بشكل أفضل عن السنة الماضية، ولكن في بهالفترة صار كمية هائلة من الحرائق بهالمواسم الأراضي المزروعة من القمح والشعير، وصراحة يعني عم بنلاقي صعوبة بمكافحة هالحرائق. نحن كبلدية يعني هلا في اطفائية موجودة بطاقمها جديد جهزنا مع صهاريج المي، وفي كمان الكانتون مشكورين قدموا هن مقاطعة قامشلو اطفائيات بكل من معشوق على جاهزية كاملة بطاقمها الاطفائية، وبلدة أبو فرع كمان اطفائية مع طاقمها جاهز كامل. طبعا من شيء يومين يعني على مدار الأسبوع عم نشوف حرق بشيء مو طبيعي، يعني أكثر من حريق كان سببه سلك كهرباء. أول حريق ما كان في سبب سلك كهرباء، أما بعد الحرائق الثانية يعني صراحة عم نحتار إنه شو سببها، يعني حرق متتالي ورا بعضه. كان في قرية فارسوك رحنا، طبعا أنا كمان يمكن من المتطوعين رحنا لهالحرائق اللي صارت بقرية فارسوك، بقرية الأبطح فوقاني تحتاني، طلعنا على قرية الناعم حتى وصلنا لآخر تل حميس. يعني شيء مو طبيعي الحرائق من مكان لمكان عم نشوف. نجي نطفي بمكان ما نسمع إلا في مكان ثاني صار في حرق. يعني صراحة قد يجوز إنه فاعل هالحرائق، لأنه مو بشيء مو طبيعي وشيء ما قبل صار معانا مثل هالأمر هذا. يعني هالسنة بشيء مو طبيعي هالحرائق، يعني إنه لا إنه في يعني حتى إذا يكون في سبب كهرباء مش يبين سبب الكهرباء، يكون أسلاك تكون بالأرض، ما عم نشوف هالأمور هاي. فأتمنى إنه فعلا اللي نفوسهم مريضة بهالأمور هاي إنه الإنسان هيقود رزقه وأكله، يعني ما يحاربون الناس بهالأمر هاي. إنه الإنسان يستنى كل هالسنة على هاليوم هذا، لأنه يجي بالأخير يحصد ثمر تعبه من أرضه، فيجي إنه يشوفوا هالحرق. يعني صراحة شيء مأساوي، هذا عمل إرهابي أنا أعتبر. ونتمنى إنه نطلب من الأخوة المواطنين يكونون أكثر حذر، حتى كان كعمل البلدية أو الزراعة عملنا فلكسات إنه مشان تنبيه السجاير وعدم رمي السجاير على الطرقات. كمان كان في مبادرة من البلدية الأعشاب اللي على الطريق، حاولنا إنه نحاول إنه نقتلع الأعشاب كمان اللي تكون مسبب للحرائق. اطفائيتنا جاهزة على هبة الاستعداد ليلا نهارا، طاقم على مدار 24 ساعة جاهزة لهالأمور هاي. عم نعمل قصارى جهدنا، طبعا مشكورين المقاطعة والهيئة الكانتون تعاونوا معنا بشكل كويس، وأمنوا الاطفائيات لكل هالمكانات اللي بحاجة لأنه تسيطر على الوضع. ونتمنى أنه فعلا هالسنة تعدي على خير، وهالأمر حتى إذا يكون فعل الإنسان يفكر أنه عم بيحارب شعب مو يحارب أي جهة ثانية. فنتمنى أنه فعلا أنه هالموسم يتعدى على خير، والله يعوض هالناس اللي تسبب حرق محاصيل. وشكرا.